قبل أن آتي إليك مع سي زياد العذاري باش نتفاعلوا معاه بخصوص التأسيسي والحكومة كذلك الناطق الرسمي لحركة النهضة. سي زياد تحية وأهلا بك. اهلا وسهلا، تحيه لك وضيوفك الكرام. نعم، بطبيعة الحال الفرصة مفتوحة، النافذة مفتوحة للضيوف الكرام للتفاعل معك، ولكن قبل ذلك نحب نسألك سي زياد، لماذا الإصرار على السيد أحمد المستيري الظاهر كذلك على الأقل دون سواه من أسماء أخرى وردت وطرحت على طاولة الحوار؟ شوف، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في الحقيقة السؤال هذايا يمكن أن يعكس يعني ويطرح لماذا أيضا المعارضة متمسكة باسم مثلا سي محمد الناصر. اعتقادي المسألة لا تطرح بهذه الطريقة، يعني مش إما تقبل بالمرشح متاعي أو أما نعتبر أنك تفشل الحوار كما سمعنا من كثير من أطراف المعارضة التي تتهم النهضة وتتهمها بأنها تريد أن تفرض خيارها. نعم. المسألة هي تتعلق بتقدير الموقف وتقدير اللحظة التاريخية وتقدير لمن هو الأقدر في هذه اللحظة على أن يدير المرحلة الانتقالية بنجاح ويستكملها بنجاح ويوصل البلاد إلى الانتخابات القادمة في أقرب الأوقات وأحسن الظروف. نحن تقديرنا كحركة النهضة هو أن السيد أحمد المستيري بخصاله بمواصفاته بحنكته السياسية بتجربته في الدولة بمعرفته بالحياة والحراك السياسي القائم في البلاد هو الأقدر في هذه المرحلة على أن يتحمل مثل المسؤولية العليا، خاصة وهذا شرط أساسي في خريطة الطريق، خاصة وأن صفة الاستقلالية نعتبر ونقدر بأنها تتوفر فيه أكثر من غيره، لأنه هذا الشخص السيد أحمد المستيري هو شخصية بقيت على مسافة واحدة من الجميع في السنوات الأخيرة ولم يعرف عنه أي تدخل أو دخول أو انخراط في هذا التجاذب الحزبي والسياسي القائم بحد في البلاد. يعني أن اليوم نكون واضحين، هناك حالة اليوم من الاستقطاب السياسي الحاد في البلد، هناك حالة من الاصطفاف وراء أحزاب وراء تيارات وراء توجهات سياسية وفكرية وحزبية. فالسيد أحمد المستيري لم يعرف عنه أنه يعني انتقد هذا التوجه أو ذاك التوجه أو كان أقرب من هذا التوجه إلى ذاك التوجه. فهذه نعم. خصلة أساسية متوفرة في نعتبر أكثر من غيره، وهي التي نعول عليها لأنه القضية هي أيضا قضية ثقة. عنصر الثقة هو عنصر أساسي في المعادلة اليوم السياسية وفي معادلة يعني هذا التغيير الذي سيقع اساسا على رأس الحكومة. ولهذا يعني اعتبرنا بانه في القائمة الحالية السيد احمد المستيري هو المرشح الذي يتمتع باكثر حظوظ وله اكثر الخصال والمواصفات التي تجعله اقدر على ادارة واستكمال المرحلة بنجاح. نعم، في ظل عدم القبول بالسيد احمد المستيري من قبل شركائكم في الحوار، ما هي البدائل التي هي الآن في جعبة حركة النهضة ولم تفصح عنها لو سمحت؟ شوف، حركة النهضة تتفاعل، يعني هناك صيغة توفيقية اقترحها الأستاذ نجيب الشابي وتفاعلنا معها بكل إيجابية، وهي صيغة إدماج أو استيعاب الأسماء الأخرى ضمن فريق حكومي يشرف عليه السيد أحمد المستيري كرئيس، وتكون بعض هذه الأسماء أعضادا له وربما مساعدين أو في شكل من الأشكال. وقد تفاعلنا إيجابيا مع هذا المقترح، ولكن للأسف هذا قبل بالرفض. نعتبر أن هذه صيغة توفيقية يمكن يعني أن تسمح بتجاوز هذه العقبة التي وقفنا عندها اليوم. وعلى كل حال نحن مفتوحون للحوار وسنقوم وقد انطلقنا بعد في مشاورات يعني مع جميع الأطراف السياسية والاجتماعية والرباعي حتى نحاول أن نقرب أكثر ما يمكن وجهات النظر في هذا الموضوع، وربما نصل إلى توافق قريب يسمح باستئناف الحوار إن شاء الله في ربما في أقرب الأوقات. نعم سي زياد العذاري، احنا بعد قليل سنخوض غمار محور آخر يتعلق بالمسار التأسيسي بعد أن كنا نحكيه الآن في المسار الحكومي، ولكن قبل أن تغادرنا فرصة، سي رابح الخرايفي عن الحزب الجمهوري بحذانا يقول بأن ما يحدث الآن في التأسيسي في
فيما يتعلق بالنظام الداخلي هي معاقبة للنواب المنسحبين. مش كلام هو، هذا كلام آخر، ولكن هو قال لك دستور مرسي، هكذا قالها في غيابك. قال هو دستور مرسي الجديد اللي مزمع أن تعملوا حركة النهضة وتقلب به الموازين وتجهز به طبعا على كل التوافقات اللي قطعتوها مع شركائكم. ماذا ترد؟ شوف، والله التشنج اللي صار البارح مؤسف يعني في الحقيقة، وكنا في غناء عن هذا المشهد البارح، خاصة في علاقة ب أيضا صعوبة الموقف داخل الحوار الوطني. كنا نود لو أن الأخيين يعني فما اختلاف في وجهات النظر، كنا نود ربما لو كان هذا الاختلاف تم ربما التفاعل معه بشكل آخر. وهو في الحقيقة في هذا الموضوع هناك الكثير من المبالغات. يعني أولا الحديث عن عقاب للنواب المنسحبين هو كلام في غير محله، نظرا لأنه ما فماش إجراءات ذات أثر رجعي تسلط عقوبات على النواب الذين انسحبوا لمدة 3 أشهر. ليست هناك إجراءات عقابية أو ردعية أو غيره، المسألة تتعلق بالمستقبل. وأنا أتوجه لأخي وزميلي رابح وربما الإخوة الآخرين لهم نية في الانسحاب مجددا، حتى ربما يخافون أو يتخوفون أو ينزعجون من هذه الإجراءات. على كل حال الإجراءات تم تغييرها، يعني المقترحات التي قدمت لم يتم اعتمادها بالشكل التي قدمت به في نسختها الأصلية. النقطة الثانية أن هناك يعني أشياء يعني أخرجت من سياقها. مثلا عندما نأخذ اجتماع مكتب المجلس اليوم، قالوا فما انقلاب برلماني والنهضة أصبحت تتحكم في المجلس وغيره. والحقيقة في الأمر هو أنه المسألة تتعلق باجتماع مكتب، وفي كل القوانين والنظم الأساسية المعهودة في العالم وحتى في الشركات التجارية وفي المؤسسات الخاصة والعامة أن النصاب يشترط في مرحلة أولى، ثم إذا لم يتوفر نمر إلى نصاب ثاني. وهذا ما وقع في الحقيقة في المقترح. يعني إذا كان الناس اللي هي مدعوة لاجتماع المكتب لم تأتي، فإننا نمر من الثلثين إلى النصف. واعتقادي هذا شيء معناته ما فيش تجني على حتى الطرف. يعني نعطل أشغال المجلس ومكتب المجلس لأن هناك أشخاص يعني دعيوا مرة واثنين وثلاثة ثم لم يستجيبوا وعطلوا الأشغال. فهنا ثم حقيقة إشكال حقيقي، ومرة أخرى يطرح إشكال في النية. يعني هل هناك نية لتعطيل المكتب كما وقع مجددا؟ إذا هناك مناخ، يعني فقط أختم بهذا لو سمحت، هناك مناخ يعني واجواء وحاله انفعاليه ونفسيه موجوده في المجلس، هي نعتبرها من التداعيات الطبيعيه للازمه السياسيه التي عرفتها البلاد منذ الانسحاب النواب واغتيال زميل البراهمي ربي يرحمه. يجب ان نشتغل مع بعضنا جميعا حتى نتجاوزها بطريقه يعني تسمح للجميع ان نتقدم في المسار التاسيسي ونتقدم في كافه مهام المجلس التاسيسي بشكل معقول. لانه للاسف يعني أجواء الثقة المهتزة بقيت تخيم الآن على المجلس. ويجب أن نشتغل جميعا حتى نعزز الثقة بين جميع النواب لأنهم شركاء في هذا المسار، وكما بدأنا هذا المسار معا نستكمله معا ونستكمله إن شاء الله في أحسن الظروف وفي أسرع الأوقات. نعم، وصلت الفكرة. شكرا لك سي زياد العذاري. بطبيعة الحال بعد قليل سأسمح للضيوف الكرام للتفاعل مع ما جاء على لسانك، تبقى معنا. ولكن الآن نودعك، كنت معنا عبر الهاتف سي زياد العذاري، الناطق الرسمي باسم حركة النهضة.